كتحسوا في المناسبات في الأعياد أيضا ما عليناش حنا العيد، حنا ما نمشي الراجل ديالي وباد ولادي ما عليناش العيد والو، ما علينا العيد. ولادي عم مشوقين لباهم نمشي هو صافي، ما بقيناش ظلمت علينا الدنيا، وحنا الله اللي عالم بينا الغيبة ديالو جات ناقصة بزاف. في مساء ربيعي من عام 2012، وحينما كان حي وادي المالح العريق في مدينة مرتيلا المغربية يغرق في سكونه المعتاد، الأزقة الضيقة المتلاصقة والمنازل المتواضعة التي تحمل على جدرانها آثار الزمن، كان ثمة سر ثقيل يختبئ بين تلك الجدران، سر سيحبس في باطن الأرض 11 عاما كاملة قبل أن ينكشف في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها شمال المغرب في تاريخه. عزوز، الرجل الخمسيني المعروف بين سكان الحي بمهارته في الصباغة وبنشاطه في الأعمال اليدوية، خرج من بيته في تلك الليلة كعادته، لم يحمل معه هاتفا ولا حقيبة ولا حتى دواءه الضروري لمقاومة مرض السكري، خرج بخطوات عادية كما يفعل كل يوم، لكنه لم يعد قط. فترى أين اختفى عزوز؟ وكيف سينبثق اختفاؤه عن واحدة من أغرب القضايا الجنائية في تاريخ المغرب وأكثرها وحشية؟ لمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات تابعوا معنا هذه الحلقة المقدمة لكم من قناة وقائع حتى النهاية. أنا كل رضية كنفتش على راجلي اللي اختفى في شهر 3 في 2012. جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه الخبر في شي بلاصه يعني التوزيم ولا الرقم اللي على الشاشه. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك والوالدين ديالك وحنا كل شيء. مرت الساعة الأولى ولم تشعر عائلة عزوز بالقلق الكبير، فقد تراءى لهم أنهم ربما يكون جلس مع أحد أصدقائه أو قصد ورشته الصغيرة لينهي عملا متأخرا، لكن الساعات امتدت إلى يوم كامل ثم إلى يومين حتى انقلب القلق إلى ذعر. خرجت زوجته راضية إلى الجيران تبكي وتصرخ: اختفى عزوز، خرج من البيت ولم يعد، وتوجهت إلى مركز الشرطة لتسجل بلاغا رسميا. وقفت هناك بملامح الزوجة المكلومة، ثوبها مبعثر ودموعها تنهمر وصوتها يتهدج وهي تخبر رجال الشرطة أن الليلة التي اختفى فيها زوجها لم تكن ليلة طبيعية، ففي تلك الليلة طرق رجل غريب باب البيت وخرج معه عزوز بثياب النوم، ثم ركب معه في السيارة، ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أثر. بدا كلام الزوجة مرتبا ومقنعا، ولم يملك ضباط الشرطة سوى أن يدونوا أقوالها باهتمام في محضر رسمي قبل أن يسألوها عن خلافات عائلية أو مالية قد تدفع الرجل للهروب أو للاختفاء طوعا، لكنها أنكرت أي مشاكل، مؤكدة أن زوجها رجل مستقيم لا يعادي أحدا ولا يترك أسرته أبدا. التحقيقات الأولية لم تثمر عن شيء، لم يكن في البيت ما يشير إلى نية السفر، فقد كانت كافة النقود والأوراق وحتى السيارة الشخصية في مكانها. فرضية الهروب الطوعي بدت ضعيفة، لكن لا دليل على وجود جريمة. اختفى عزوز ببساطة كما لو أن الأرض انشقت وابتلعته. وسط هذا الغموض بدأت راضية تلعب الدور الذي ستتقنه لسنوات، وهو دور الزوجة الضحية التي خرجت تبكي في الإعلام المحلي وتناشد السكان لمساعدتها في البحث عن زوجها، كما أنها طبعت صورة عزوز ووزعتها في كافة أرجاء المدينة، ونشرت نداءات على صفحات الفيسبوك، وحرصت على أن يراها الناس كل يوم غارقة في الدموع. الجيران تعاطفوا معها بشدة، كانوا يعرفون عزوز جيدا ويشعرون أن غيابه فاجعة، فوقفوا بجانبها يواسونها ويشجعونها. كانت دموعها مقنعة وحزنها صادقا في نظرهم، وصورتها في أذهان الجميع تكرست كزوجة منكوبة فقدت شريك حياتها وظلت وحيدة مع أبنائها. لكن راضية لم تتوقف عن ذلك. بعد عامين فقط من اختفاء عزوز ظهرت على شاشة برنامج مختفون، وهو أحد أشهر البرامج المغربية المخصصة لقضايا المفقودين. جلست أمام الكاميرا وأعادت روايتها بتأثر. أنا كل رضية كنفتش على راجلي اللي اختفى في شهر 3 في 2012. جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه الخبر في شي بلاصه يعني التوزيم ولا الرقم اللي على الشاشه. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك والوالدين ديالك وحنا كل شيء. بدا الأمر وكأنه قصة مأساة عائلية مؤلمة لكن منطقية. رجل يخرج فجأة ويختفي بلا أثر، وزوجة مخلصة تبحث عنه بلا كلل. غير أن الحقيقة كانت أفظع من ذلك بكثير. ففي أعماق البيت نفسه، وتحديدا في مرآب السيارات أسفل المنزل،
كان عزوز يرقد منذ تلك الليلة جثة صامتة مدفونة تحت طبقات من التراب والإسمنت. الزوجة التي بكت على الشاشات لم تكن ضحية، بل كانت القاتلة التي أزهقت روحه ودفنته بيدها لتعيش فوق قبره 11 عاما كاملا، تبني قصتها على دموع زائفة لم يشكك فيها أحد. أبناؤها عاشوا بدورهم تحت ستار هذه الكذبة، كبروا وهم يظنون أن أمهم ضحية مثلهم، وأنها تعاني ألم فقد الأب مثلهم تماما. لم يشكوا لحظة أنها كانت وراء اختفائه، ورغم كل هذه الجهود لم يكن بوسع راضية أن تسيطر على كل شيء. فقد بدأت بعض التصدعات تظهر مع مرور الوقت، خاصة بعد أن بدأ الابن شريف أكبر أولادها يشكك في روايتها. كان يواجهها أحيانا ويتهمها صراحة بأنها تعرف مكان والده، لكن هذه المواجهات لن تتجاوز جدران البيت، والجيران لم يعرفوا عنها شيئا في البداية. بعد 4 سنوات على اختفاء عزوز، كان البيت في وادي المالح يعيش على وقع فراغ ثقيل، فالابن الأكبر شريف الذي كان قد بلغ الشباب لم يعد يحتمل رواية أمه المتكررة. كان شريف ذكيا يربط الأحداث في ذهنه ويستعيد تفاصيل ليلة اختفاء والده، شيئا ما لم يكن منطقيا. كيف يختفي رجل بلباس النوم دون هاتف ولا أوراق ثم لا يترك أثرا لعقد كامل؟ لم يكتفي شريف بالجدال، بل هدد والدته مرارا بأنه سيذهب إلى الشرطة ليكشف كل شيء. بالنسبة لراضية التي دفنت سرها تحت الإسمنت، كان تهديد ابنها بمثابة ناقوس خطر، فهو ليس مجرد شاهد بل جزء من البيت يعرف تفاصيل لم يجرؤ أحد غيره على التفكير فيها. بعد أسابيع قليلة من آخر مواجهة عنيفة بينهما، اختفى شريف فجأة، خرج من البيت ولم يعد. القصة تكررت بحذافيرها، حيث سرعان ما بدأت راضية في ترويج روايات متناقضة، فمرة تقول إنه سافر إلى إسبانيا كما يفعل شباب الحي، ومرة تزعم أنه التحق بخاله في الجزائر، وأحيانا تدعي أنه سافر إلى ليبيا، حتى أنها أخبرت بعض الجيران أنه يتصل بها من حين لآخر ليطمئنها. لكن الغريب أن أحدا من أصدقائه لم يسمع عنه شيئا ولم يظهر له أي أثر. هكذا انضاف غياب جديد إلى بيت ملبد بالأسرار. الناس رغم الشكوك التي بدأت تتسرب صدقوا راضية للمرة الثانية، فدموعها وصوتها المتهدج وإتقانها للدور جعلهم يتغاضون عن التناقضات. مرة أخرى نجحت راضية في إخفاء الحقيقة، لكن القدر لم يتوقف هنا. ففي مايو من عام 2022 وبعد سنوات من اختفاء شريف، جاءت الفاجعة الثانية، والتي تجلت في موت بثينة الابنة الوسطى في ظروف غامضة. في مساء حار من ذلك الشهر، سمع الجيران صراخا هستيريا من سطح المنزل. هرعوا إلى المكان ليجدوا بثينة ملقاة على الأرض، جسدها يتلوى من الألم وصرخاتها تخترق السماء. دقائق قليلة وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام أعينهم. خرجت راضية تبكي وتصرخ وهي تدعي بأن ابنتها أنهت حياتها بنفسها بعد أن تركها زوجها وسافر. أخبرت راضية الجيران الذين تجمهروا حول جثة ابنتها أن الأخيرة شربت السم، يأسا من الوحدة وهربا من المسؤولية الهائلة التي وقعت على عاتقها بعد أن تركها زوجها بمفردها مع ابنيها الصغيرين. بطبيعة الحال تواصل الجيران مع الطوارئ، وما هي إلا دقائق حتى بدأت سيارات الشرطة وشاحنات الإسعاف في تطويق المكان بأسره. وعندما تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى، أكد تقرير المعمل الجنائي أنها توفي جراء تجرعها للسم تماما كما وصفت راضية، وبذلك أغلق التحقيق قبل أن يبدأ. لكن الشكوك عادت لتتصاعد، خصوصا بعد أن أكد بعض الجيران أنهم رأوا بثينة قبل ساعة من وفاتها تتحدث بنبرة غاضبة عن نيتها مواجهة أمها، وأنها لم تعد تصدق رواياتها حول غياب أبيها وأخيها. بل إن بعض المقربين ذكروا أنها صرخت بأنها ستكشف المستور قريبا، وقد أوقف موتها المفاجئ كل شيء وأغلق فمها إلى الأبد. أحد عشر عاما مرت منذ اختفاء عزوز، والعائلة تعيش في دوامة المآسي المتكررة. لكن في ربيع العام 2023 قرر شخص واحد أن ينهي هذا الصمت، ولم يكن هذا الشخص سوى شقيق راضية
المسمى المحجوب. لم يكن المحجوب يعيش في مرتيل بل في مدينة القنيطرة بعيدا عن بيت أخته، لكنه حمل لسنوات سرا ثقيلا، سرا لم يبح به لأحد خوفا من الفضيحة ومن العقاب، فقد كان شاهدا على ليلة مقتل عزوز وشارك في عملية دفنه في المرب. ضميره ظل يطارده كالكابوس، ومع إصابته بمرض عضال وفقدانه الأمل في الحياة قرر أن يكشف المستور قبل أن يغادر الدنيا. توجه بنفسه إلى الشرطة واعترف بكل شيء، وهو ما أدى لإلقاء القبض على راضية بعد كل هذه السنوات. في البداية تشبثت راضية بروايتها القديمة، لكن حين جلبوا المحجوب ليكرر شهادته أمامها بدأت ملامحها تتغير وارتبك صوتها، ثم انهارت تدريجيا. توجهت الشرطة إلى البيت في مرتيل، اجتمع العشرات من رجال الأمن والشرطة القضائية، ووقف الجيران في حالة صدمة لا يصدقون أن بيتا عاشوا بجواره عقدا من الزمن يخفي تحت أرضه سرا بهذا الحجم. جلبت أدوات الحفر وبدأت العملية وسط ترقب الجميع، ساعات من الحفر المتواصل حتى بدأت تظهر بقايا عظام بشرية. الجثة الأولى كانت تعود إلى عزوز. اللحظة كانت كفيلة بهز الحي بأسره، فالرجل الذي بكت عليه زوجته في الإعلام ووسائل التواصل وبرنامج مختفون لم يبتعد أبدا، بل كان يرقد تحت قدميها. لكن الصدمة لم تنتهي هنا، فقد تبين أن الحفرة تحتوي على رفات أخرى، وبعد الفحوص الجينية أكدت النتائج أن العظام الثانية تعود إلى الابن شريف الذي كانت أمه تزعم أنه هاجر إلى الخارج. الحقيقة أنه لم يخرج من البيت قط، بل دفن إلى جوار أبيه. ازداد الغموض، وتعالت الشكوك في أن وفاة بثينة التي قيل إنها أنهت حياتها بنفسها عن طريق تجرعها السم سنة 2022 لم تكن طبيعية. كثيرون بدأوا يعتقدون أن راضية ربما تسببت في موتها أيضا. الجيران الذين تجمهروا حول البيت عاشوا لحظات لا تنسى. كيف يمكن لامرأة أن تبكي أمامهم 11 عاما وتذرف الدموع ليل نهار، بينما هي في الحقيقة القاتلة التي تخفي تحت الإسمنت زوجها وابنها؟ أمام هذا الكم من الأدلة لم يعد لدى راضية مهرب. حاولت في البداية أن تلقي باللوم على أخيها المحجوب، مدعية أنه هو من أنهى حياة عزوز بالمطرقة وأنها لم تفعل سوى المساعدة في الدفن. لكن الشهادات والأدلة المادية والتحليل الجنائي لأثار الدم في المرأب كلها كانت تشير إليها بصفتها الفاعلة الرئيسية. لم تفصح راضية مطلقا عن الدوافع الحقيقية التي دعتها لارتكاب هذه الجرائم، لكن المحللين النفسيين الذين اطلعوا على حالتها قالوا إنها تصرفت بنرجسية مفرطة تنم عن هوسها بالسيطرة، فإن العيش في بيئة يغلب عليها القمع والتهميش قد يدفع الفرد خاصة المرأة إلى البحث عن منطقة تمارس فيها سلطة مطلقة، وحين تعجز عن مص نفوذها في الحياة العامة تتحول دائرة الأسرة إلى مسرح للهيمنة. بقتل الزوج والابن لم تكن راضية تسعى إلى الخلاص منهم فقط، بل إلى فرض سيادة صامتة على بيتها، وكأنها أرادت أن تكون هي وحدها صاحبة القرار الأخير، من يعيش ومن يموت. بالإضافة إلى ذلك قد تكون راضية عاشت سنوات تشعر فيها بالخذلان، سواء من الزوج أو من المجتمع أو من أبنائها أنفسهم، ومع الزمن يتحول الشعور بالعجز إلى كراهية صامتة، والكراهية حين لا تجد متنفسا مشروعا تنقلب إلى سلوك عدمي يطيح بكل الروابط المقدسة، سواء كان رابط الزوجية أو رابط الأمومة أو رابط الإنسانية. بعد انكشاف القبور السرية في مرأب البيت أحيل الملف بأسره إلى محكمة تطوان، ومع أولى الجلسات امتلأت القاعة عن آخرها. خلال المحاكمة أكد المحجوب على أقواله التي أفضى بها للمحققين منذ المرة الأولى، حيث أوضح للمحكمة أن راضية هي من خططت ونفذت الجريمة بعد أن شكت بأن عزوز كان يخونها مع امرأة أخرى، وهو ما جعلها عزيمة على التخلص منه بأي ثمن. كما أضاف أن شريف الابن الأكبر كان يهددها بكشف الحقيقة، وهو ما عجل بمصيره المأساوي. من جانبه حاول الدفاع التشكيك في شهادة المحجوب باعتباره شريكا في الجريمة، وقد أشار المحامي الخاص براضية إلى أن شقيقها يحاول إلقاء اللوم عليها كي يتسنى له الحصول على حكم مخفف. لكن النيابة دحضت ذلك الادعاء عندما طابقت أقوال المحجوب مع الأدلة المادية التي تم جمعها من منزل الأسرة. عندما وجدت راضية نفسها محاصرة بهذا الكم الهائل من الأدلة،
حاولت أن تقنع المحكمة أنها لم تخطط لإنهاء حياة زوجها كما يزعم شقيقها، وأن الأمر برمته كان مجرد حادث، حيث أوضحت راضية في أقوالها أمام القاضي بأن شجارا حادا اندلع بينها وبين زوجها في تلك الليلة، وأنها فوجئت بالضحية يتقدم نحوها ويحاول الفتك بها، فما كان منها إلا أن دافعت عن نفسها. وعندما انتهى الأمر بتلك الطريقة المأساوية لم تجد بدا من إخفاء الجثة خوفا من السجن والفضيحة. أما شريف فزعمت أنه مات في ظروف غامضة وأنها لم تتعمد قتله، لكن من الواضح أن محاولات راضية في استمالة هيئة المحكمة وتخفيف وقع جرائمها البشعة قد باءت بالفشل، فقد قررت المحكمة في نهاية المطاف الحكم بإدانتها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتهمة تضليل العدالة، وحكم عليها بالسجن المؤبد. أما شقيقها المحجوب فقد انقضت محاكمته بوفاته قبل صدور الحكم النهائي. الصحافة المغربية نقلت تفاصيل الحكم على نطاق واسع، عناوين كبرى تصدرت الصحف. الرأي العام وجد في الحكم راحة جزئية بعد سنوات من التضليل والخداع. هكذا أسدل الستار على قضية عزوز وأسرته، راضية التي خدعت الجميع بدموعها وأقنعتهم بأنها الزوجة المكلومة ستقضي بقية حياتها وراء القضبان، تواجه ليلا بعد ليل الحقيقة التي لم يعد ممكنا دفنها تحت الإسمنت. أما عزوز وشريف وبثينة فبقوا أسماء محفورة في ذاكرة المدينة كضحايا أبشع خيانة يمكن أن تصدر من قلب البيت نفسه.